يا صباح الفل يا صباح العسل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهارده معاكم روتين جديد ويوم جديد وروتين ان شاء الله مشجع جدا. هنبدأ النهارده بقى نعمل. كنت انا جايبه ملح من ملح خشن من الشكاره. كانت الشكاره في الدكان، جبت بقى شويه وانا جايه كده، واشتريت كنت شاريه بصل بقى وطماطم وحاجات من ديت. هفضيها معاكم اهيت. كنت جايبه البصل الابيض ده كيلو ب15 جنيه، وجبت طماطم ب5 جنيه. لقيت الطماطم ب5 جنيه حلو قوي. جبت بقى 5 كيلو طماطم حمرا وجميلة قوي. وجبت بصل 3 كيلو بصل 45 جنيه. المهم يعني المهم كلها الحسبة كلها بعضها 70 جنيه. يلا الحمد لله والشكر لله. وبص الطماطم والله العظيم لا عليه وسكر. وكان ربنا بقى بعت لنا بقى حبة فول أخضر حلوين كده. أعملهم معاكم برضو أول مرة نطبخ فول السنة دي يا جماعة. فول أخضر من اللي هو الفلاحي يعني. وكان بقى عندنا حتتين لحمة برضو كده، حتتين فراخ ظبطتهم برضو هطبخهم معاهم. ويوم هيعدي يا جماعة، لازم بقى نمشي نفسنا وندبر نفسنا، ندبر حالنا. نشوف احنا هنعمل ايه عشان ان شاء الله رمضان خشش علينا كده بسم الله ما شاء الله يعني. الحمد لله والشكر لله، ربنا يجازينا كل خير يا رب. هيخش ان شاء الله بخير وعلينا كده يعني، خش بخيره الحمد لله. احنا نحمد ربنا على كل شيء، نحمد ربنا على كل شيء، الحمد لله على كل شيء يا جماعة والله العظيم بجد. احمد ربنا، احمد ربنا اللي انت ربنا عطيك الصحة، احمد ربنا اللي انت عطيلك عيال حلوة. ربنا يهديهم لك، عيال كويسة صحتهم حلوة. في ناس كتير بيبقى ربنا عاطلهم الرزق وعاطلهم الفلوس وعاطلهم مثلا طفل مش ملهمش عارف مش له علاج. واحد تعبان مش عارفين يعالجوه. وبقى ربنا عاطلهم صحة وعاطلهم مش عاطلهم صحة وعاطلهم مال. ربنا عاطلك صحة ومش عاطلك مال، بتشيل من ده تحط لده. ما نبصش لحد، ما نشغلش بالنا بالحد، ما حد مثلا جاب حاجة زيادة ما نبصش ده جاب ده كده يعني. نعيش عيشتنا، نعيش على نفسنا. نمشي على قد بيتنا، على قد اللي احنا مصاريفنا كده يعني. ونعمة وفضل من عند ربنا. امسح بقى الدرج بتاع التربو دهوت، وهفرش فيه حتة خلها كده تحت البصل، لأن التربو قريب للمية ممكن يقع في مية تبوظ البصل يعني. وهحط البصل فيه. بنحافظ بقى يا جماعة يعني، لازم نحافظ عشان مثلا بجيب البصل غالي. أنا عينه بدل ما نرميه في أي مكان يبوظ أو مية تحصله أو كده. تحافظ على الحاجة، تحافظ على الحاجة هتلاقيها. البرطمان ده كان ملان كزبرة. إن شاء الله هنعمل بقى شوية ونصحنهم. عشان بقى للبتاع نعمل دقة بقى رمضان واللحمة بقى والحاجات الحلوة دي. ال- البتاع الكزبرة اللي هي تجيبها دي حصى ديت وتصحنيها، او كمون او الفلفل الاسمر. بيبقى له ريحة تانية على اللي بالشارع طبعا، لان دي بتبقى طبيعية مش حاطين عليها حاجة. لكن الفلفل الاسمر والحاجات دي ممكن نحط عليها ورقة من ورق الفلفل الاسمر يكتر بس وخلاص، لكن الحرارة بتبقى قليلة. او يحطوا له اي حاجة تانية يعني. هنخرط بقى بصلة حلوة كده. ومسكت الطماطم اهي فرمتها، الطماطم كانت حمرا وجميلة قوي. ومسكها بقى نقلل تقلية ونعمل فص توم ونظبط الدنيا كده مع بعضها يعني. ربنا بس يا جماعة، بصوا يا جماعة والله العظيم بجد بجد يعني سيبها لله، والله بجد سيبها لله. ربنا هو اللي رازق وربنا هو اللي بيرزق وربنا اللي بيمشيكي. يعني انا قاعدة ولا بيا ولا عليا ولقيت حد جايب لي طبخة الفول دي. مش حد يعني، هو عزيز عليا، واحد عزيز عليا وما عرف ان انا ما عنديش فول لسه، الفول بتاعي ما طرحش مثلا. انا عندي الفول بس لسه ما طرحش. لقيته جايب له طبخه فول وجاي. كتر خيره وربنا يجازيه كل خير يا رب، ويخلي له ابنه يا رب، ويبارك له فيهم يا رب، تبارك له فيه يا رب بحق النبي، ويسترها معاه دنيا واخره، ويرزقه برزق اولاده. حط بقى حته السمنه بلدي حلوه كده. وهنحط بقى نقلل التقليه ونظبط الدنيا بقى معاه كل وقت. آه، حته السمنه البلدي ديت بتودي الحاجه في طعم تاني خالص. هنعملها قشر بقى فص توم. كمان برضو بحب احط عليه توم، التوم بيبقى جميل قوي وله طعم تاني كده. والفول الاخضر احنا بنحب الفول. التوم يا جماعه همسكه بقى اخرطه على البصله كده بعد ما اتلوحت. خرطه عليها بتلوح معاه يعني. لو انت عايزه تدقيه دقيه. الفلفل بتاع الفول الاخضر ده بحب الطماطم كتير. عشان ايه يكون اخضر يعني. الطماطم لازم تبقى كتير، حتى بيجي ايام الفول الاخضر بتلاقي الطماطم غلت.
طول عمرنا كده بنلاقي الطماطم تغلى كده ايام الفول الاخضر، تغلى بطريقه صعبه يعني، لان مش هي العاده يعني. عشان مثلا بقول لك ايه، ده الفول الاخضر بيعوز طماطم وحاجات من دي. ويخش بقى علينا رمضان، كل سنه وانتم طيبين. إيه الحاجه بقى هتغلى بقى. احنا امبارح كانوا بيقولوا الحاجات هتنزل وما اعرفش ايه، فجينا لقينا كده بقول لك الجنيه عوموا الجنيه تاني، مش عارفه يعوموه يودوه فين. البحر هيغطس في البحر يا جماعه. رحت اجيب حاجات امبارح من السوق يعني للدكان يعني وكده، لقيت الحاجات بدل ما انا كنت مستنيه يقول لك الحاجات هترخص الحاجات هترخص، ما رخصتش. لازم انا احط شويه طماطم كده في الاول، ايه مع البصله بتحمر الاول. حماتي كانت معودانه على كده الله يرحمها. وبعد كده افضي الطماطم كلها فوق من بعضها، بعد كده بتحمر بعدها. شويه الطماطم ناعله ازاي، بصراحه يعني تحفه. ومسكت بقى الفول غسلته، شطفته بشويه ميه حلوين كده. بعد بنحب ان اللي هو بيبقى فيه قشر كده، بيبقى له طعم تاني. عندنا ام رحيمه تاكلش اللي هو فيه قشر ده. بتحبه، بتنقل اللي فيه القشر تاكله. امسكها بقى اسبكها بقى تسبيكه حلوه كده مع نفسي، ما لوحتوش ولا اي حاجه. انا قلت بس التقليه هي قدامكم وحطيته وسبكت التسبيكه حلو. وحطيت بقى الحاجات، احط بقى شويه فلفل اسمر وشويه بهارات كده وشويه كمون وشويه الملح بتوعه الحلوين. وازوده ميه بقى واسيبه يستوى مع راحته بقى مع نفسه كده. ونغسل بقى حبه رز كده نطبخهم برضو. وهنعمل بقى الحتتين الفراخ اللي بقول لكم عليهم دولت. احسن ما يبقى مثلا قرداحي يعني. نعمه فضل من عند ربنا. وكان غدا زي العسل والله العظيم وزي الفل. مشي على قدك هتوصلي. يعني مشي على قدك هتوصلي. هتجري ممكن تتعثري في رجلك ولا حاجه يجرى لك حاجه، لكن مشي على قدك يا حبيبه قلبي. اي والله بجد، كان ابو الله يرحمه يقول كده، مشي على قدك هتوصلي. لكن انت لو جريتي ممكن تتعزقي يجرى لك حاجه. مشي على قدك. مشي على قدنا، على شويه فول يوم، شويه عدس يوم، شويه كشري يوم، حته زفره، حته لحمه، كيلو سمك كده يعني. والدنيا هتمشي ونبقى زي الفل، مش هنموت من الجوع ان شاء الله. ربنا يدينا الصحه وان شاء الله مش هنموت من الجوع. شفتوا يا جماعه الفول بقى عامل ازاي؟ تحفه. تحفه يا جماعه. هجيب لكم طبق فول. لا، الحمد لله والشكر لله، نحمد ربنا على كل شيء يا جماعة. ربنا يبارك فيكم كده ويسترها معاكم وينجح لكم أولادكم يا رب ويبارك لكم فيهم بحق جاه النبي يا رب. بحق جاه ما انت عالم بيه. والله العظيم أنا بدعي من قلبي أقسم بالله. عملت بقى حتة لحمة حتة الفرخة اللي مزهقانة ديت. حتة معلقة سمنة برضو. وعملت بصلة بقى، قمت عاملاها برضو خرطها نصين كده وحطها في السمنة. بتدي لها طعم تاني. وفي التشويحة بقى لما بتدي صدمة الفراخ كده بتبقى حلوة قوي. معلش بقى يا جماعة، اختي بتسرن عليا كلسنت عليها والله العظيم. عايزة اكمل بس الفيديو عشان ايه انتهي كده، ورايا مصالح تانية اعملها يعني. يلا الحمد لله والشكر لله. إيه اقول لكم ايه. شوفوا بقى، مسكت بقى عملت لوحتها بقى تلوحة حلوة. تطلع صدمة كده في حتة السمنة. هي دي فراخ بيضة. دول كانوا 3 حتت، قمت كده مقطعهم 5 حتات. ما شاء الله يعني كفوني. احنا بقى عيلة صغيرة، ابو عبد الحكيم موشينا بقى طبعا انتوا عارفين اللي هو في السعودية. وما فيش معانا بقى الا ابو رحيم وجوز العيال وانا وام رحيم. الحمد لله، رضا وفضل من عند ربنا. اتغدينا والله العظيم كان احلى غدا، اقسم بالله والله العظيم. نحمد ربنا يا جماعه والله العظيم، واقل من كده اقل من كده. نحمد ربنا على كل شيء، كل ربنا يجيبه حلو. همسك بقى خلطه طماطميه كده حلوه كده واحطها عليها برضو. مش انا كنت عايزين نعملها احطها في الفول يعني، بس ما رضيتش. قلت اعمل شويه شوربه عشان العيال بتحبوا الشوربه يعني. احسن ما يحبوا الفول. نعمل الفول لنا مش مشكله، لكن العيال اللي بتحب الشوربه تحب تلغلغ في الشوربه كده. اي عيال كده يعني. حط بس نقطه فلفل اسمر. على فكره البهارات الكتير ملهاش اي لازمه على الطبيخ. اهم حاجه النفس. يا جماعه اهم حاجه النفس والله. بدل نفسك حلو وبتعملي الاكل كده بخلاص بحب. والله العظيم اقسم بالله الاكل هيطلع معاكي زي الفل من غير اي حاجه، من غير بهارات كمان. لو انت هتعمله من بهارات هيبقى زي الفل. ببصله بس كده وشويه دقه او اي حاجه كده خفيفه يعني. بيبقى حلو. يلا الحمد لله الحمد لله والشكر لله. نحمد ربنا يا جماعة ودايما كده على طول احمدوا ربنا، اذكروا الله، الحمد لله. كده يعني. صلوا على النبي، صلوا على النبي يا جماعة. ربنا يخليكم يا رب كده ويبارك فيكم. انت وصلت لحد كده بقى، ما حطيتليش لايك لاختك ولا اي حاجة ولا سألت فيه. الدعم يا جماعة والله اختكم مستحقة الدعم جامد يا جماعة والله العظيم بجد يعني. انا ما اقولكوش انا في ايه بالظبط. يلا الحمد لله والشكر لله. انا بقى كنت طفت
يعني بصوا انا رحت مشوار وجيت لقيت ام رحيم غرفت الاكل. يا بنت غرفت الاكل ليه من غير ما اغرفه؟ لقيتها غرفته وحمرته وجهزت كل حاجه. ربنا يبارك لها يا رب ويخلي لها اولاد. اهو يا جماعه الفول اهوت، ما شاء الله، دي معكه عسل، ودي شويه الشوربه، هي غرفت الشوربه بقى شويه الشوربه ده. بوريكم الحاجه يعني. حطينا الاكل بقى على الطبليه اهوت، ونحمد ربنا الحمد والشكر لله. تعالوا اتغدوا معانا بقى، الفيديو خفيف وسريع اهوت، مش عايزه اطول عليكم بس عشان ما تزهقوش مني يعني مش اكتر. يلا ربنا يبارك فيكم يا رب ويخليكم ما تحرمش منكم ابدا. الحمد لله والشكر لله. اسيبكم في رعايه الله وربنا يجازيكم كل خير وما تحرمش منكم ابدا. واللايك يا جماعه، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، واللايك والتعليق الحلو بتاعكم، دعاكم ليا، ربنا يتقبل منكم يا رب. كل الدعاء اللي انت بتدعوه لي دي ربنا يتقبل منكم يا رب. وربنا يبارك لك يا ام اسلام ويخليك يا رب ويطول لي في عمرك يا رب. كلكم ربنا يطول لي في عمركم يا رب. سيبكم في رعايه الله.